بص يا حبايبي، المغات طبعا من احلى المشروبات الجميله الدافيه اللي طبعا تقدر تشربيها في الشتاء، مش لازم بقى اسبوع بس، يعني من الحاجات الجميله اللي طبعا بتدفي فعلا يعني نعمله كده بطريقه جميله. طبعا طريقه اهالينا بقى بتاعت زمان حلوه جدا. عندي مغات وسمسم سوداني بقى، مكسرات، ايا كان اي حاجه عندك عايزه تحطيها حطيها. انا هنا بحط حاطه زبده طبعا. كتير بيحطوا السمنه بلدي، انا بحب اعملها بزبده على سمنه يعني بحب عشان تبقى برضو خفيفه. ولازم تبقى كمية يعني طبعا احنا بنحطه بالبركة، يعني في ناس طبعا بتعير، انا بحب احطه بالبركة. ولازم اقلب السمسم الاول، لازم السمسم عندي يبقى متقلب الاول في قبل المغرب. طبعا بتحطوهم على بعض، لا انا بحب السمسم فيه قرمشة حلوة يعني كده، ويبقى برضو متحمص. طبعا امي الله يرحمها كانت هي اللي بتعمله، ما كناش بنحب نشربه عند حد يعني. فاحنا اتعلمنا دي طبعا من من اهالينا يعني. بعد كده هحط المغط، وافضل بقى عايز بقى تقليب، واهم حاجه السمنه متبقاش ناشفه يعني. لو عايز سمنه تاني هنحطه. طبعا انا عامل كميه عشان احطها، عشان بعد كده استعمله على طول يعني طبعا انا بحبه جدا في الشتاء. بس كده انا هحتاج سمنه، لان طبعا ما يحبوش يبقى ناشف، يعني لازم تبقى السمنه باينه فيه يعني. احط زبده، وبعد كده احط معلقتين سمنه بلدي، وافضل اقلب. لازم تحسي كده المغط مرتاح، يعني مش تبقاش المغط ناشف مفيهوش سمنه. بس انا بعد كده بقى احط معلقتين سمنه، وافضل بص يا حبيبي كده بقى بيبقى مرتاح في قلب التقليب، ما يبقاش ناشف. وانا بحبه اللي هو بقى تفضلي تحمري فيه، طبعا بياخد وقت معاكي على النار، بس بتشربي كوبايه مغط صح. بص يا حبيبي اللون، وطبعا هو بياخد معانا وقت. بتبقي موطيه عليه النار شويه، وبتفضلي بقى تقلبي. طبعا ما بتسيبيش ايدك من التقليب عشان ما تلسعش منك. اهم خطوه حبيبي اللي احنا بنفضلوا بقى نقلبه فيه، وطبعا بتبقى النار واطيه، وتفضلي بقى رايحه جايه كده بالتقليب، عشان خاطر يبقى كلها لون واحد، وطبعا بيبقى متحمص يعني. وطبعا اللون بقى اللي انت عايزاه يعني. بص يا حبيبي، هو كده خلاص، يعني خد اللون اللي انا عايزاه. في ناس طبعا بيبقى عايزه افتح من كده، تبقى طبعا بتقللي بقى اللي بتطفي عليه بدري شويه. ايه رايكم يا حبايبي؟ بصوا طبعا هنا بقى بعد كده خالص بحط بقى السوداني، ياخد له برده تقليبه كده. انا طبعا عندك بقى اي مكسره تحطي، طبعا انا ما عنديش ما بحطش يعني. بحط بقى جوز هند، بحط زبيب. بشربه كده، انا بحبه في اي حالته يعني. بس طبعا كان عندي سوداني، رحت عامله مجروش وحطيتها برضه. بس يا حبيبي كده بقى اللون. تفضي بقى عندك في برطمان. انا خدت طبعا هنا بقى منه معلقتين، قلت اعمل منه كوبايتين. صاحبي بتسيبه بقى في برطمان، بيقعد بقى معاكي. بتطلعي بقى منه، عايزه تعملي على ميه سخنه على طول، عايزه بقى تديله تحميره تانية، براحتك بقى. هنا بقى طبعا بصوا حطيت بقى جوز هند، وحطيت زبيب، شويه سوداني تاني. طبعا كوبايتين جم السكر، طبعا حسب الرغبه. ايه رايكم يا حبايبي؟ بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.